راكي حابة تفرحي دارك في رمضان هذا؟ جبت لك المطلوع اللي يحبوه الصغير والكبير، سورتو كي يكون سخون. خليك معايا وشوفي طريقة التحضير خطوة بخطوة. عندنا كيلو تاع فارينة، نص كاس زيت اللي هي 60 غرام، عندنا 40 غرام تاع ملح، عندنا 600 مليلتر تاع الماء يجوك بالكيسان 3 كيسان، خميرة تاع الخبز 2 مغارف اللي هي 30 غرام، عندنا السكر 40 غرام يجوك 2 مغارف كبار، عندنا السانوج. هنا في جفنة درت الماء، درت عليها الخميرة والسكر، خلطتهم مليح حتى تذوب لي هذيك الخميرة والسكر في الماء. ومن بعد ضفت الفرينة تاعي اللي كنت غربلتها ودرت عليها الملح، سانوج والزيت، وبديت نلم فيها. لهنا هذيك تلمت لي العجينه تاعي، حطيتها في بلون طرافاي، درت لها مغرفه صغيره تاع زبده وبديت نعجن فيها هكا. ما تخافوهاش كي تولي لكم هكا نورمال. هذيك انا واسيتها واحد 5 دقائق هكاك حتى 10 دقائق. شوفوا حتى نورا الوجه تاعها ملس. حطيتها في باسينه وغطيتها وخليتها تخمر. وهنا بعد ما خمرت لي العجينه تاعي درت شويه زيت في يدي وبديت نحبط لها في الخمر وبديت نقرص فيها. انا درتهم قرصات صغار باش لو كنتوما تحبوا ديروهم كبار ديروهم كبار، هي تاخذوا راي في الاول سيو نديرهم صغار باش تقدروا ترفدوهم. شوفوهم لي، شوفوا كيفاش ناكل فيها. وبعد هنايا رميتها فيه شويه سميد رطب، بديت رميت فيها هكا وغطيتهم خليتهم واحد 5 دقائق. ومن بعد جبت السميد تاعي فرجته فوق الطراشن اللي كنت حطيتهم في الطابله باش نحط الكسره تاعي. اللي جبت وحده نفتحها هكا شويه بيدي وبعدين نفتحها بالحلال. لبالي كما تجيكم بيزار تقولوا كيفاش هذه كسره بالحلال، وين صرات صرا معايا انا. كنت تفتح نورمال وزيد تتنفخ وتجي لاباس بيها كاع. شوفوا رمضان هذا ان شاء الله لازم كامل تعجنوا كاع كاش لي ما يعجن. لازم رمضان هذا الطابله تكون كاينه فيها المطلوع. ولهنا فتحتها مليح. لازم تفتحوا مليح ما تخافوهاش، يعني حتنجح لكم 100% تنجح لكم. انا كيما تشوفوني نفتح فيها ونسكن فيها بيديني ندور فيها ورفدتها وحطيتها في بلاصتها، رشيت عليها شويه سميد وسقمتها هكا شويه كيما تشوفوا. ومن بعد نغطيهم وخليهم يخمروا لي لهنايا في غرضهم كيما راكم تشوفوا هنا. ودوكا نروحوا للطياب ولهنا يبداو الاسرار. شوفوا كيما تشوفوا لهنايا هذا هو الرفض الصحيح للمطلوع، ماشي ترفدوه تبقاو تلعبوا به في يديكم باسكو ما يتخمرش. وزيد هانيك هذيك الرفده الاسطوريه. شوفوا كيفاش قلبتها في الطاجين، لازم تقلبوها كي تشوفوها بدات تنفخ شويه هكا، دير هذوك المبابل هكا رفدوها قلبوها. شوفوا لي لهنايا المطلوعه تاعي كيفاش راهي تتنفخ. سيوها وردوا لي بالخبر ولا ما طلع لكم شو متنفخ لكم هكا راني هنا. شوفوا لي لهنا بسم الله ما شاء الله كيفاش راهي تتنفخ لي. شوفوا يعني النتيجة هاي اللي قدامكم، ما حبيت نقص ما حبيت نزيد، خليتها هكا. شوفوها بديت نقلب فيها هكا، نشوف فيها اسكو طابت، شوف فيها طابت من تحت نقلبها تزيد طيب الجهة اللي منها. شوفوا لي ما شاء الله تخشي بالا. جربوه ما كنتش راح تندموا. هنا نعاود نرفد معكم واحده اخرى. شوفوا كيفاش راني نحطها، تبعوني مليح. شوفوها شوفوا البنوبل كيفاش بداو يخرجوا، شوفوا كيفاش نقلبها في الطاجين. شوفوا دوكا كيفاش تبدا تتنفخ لي المطلوعه تاعي. شوفوا ما شاء الله. وهنا شوفوا لي المطلوع تاعي كيفاش جا فارغ من الداخل وخفيف. ما عليكم غير هذا الفيديو دوكا تبارطاجيوه، نسحقوا يتبارطاجا يوصل كامل الناس اللي ما يعجنوش. لازم كاع تعجنوا رمضان هذا. نسحق المطلوع فوق الطابله يكون.
وتان ما تنساوش تخلوا لي رايكم في التعليقات وتدعموني، هذا فضلا وليس امرا. الا كنت نستاهل وما زلت نزيد نجيب لكم وصفات واحد اخرين. سلام.